احلى طاجن رز معمر باللحمه وخش لي بالمقادير. نخش في الطاجن بتاعنا اللي هو ابو عمو، وهننزل بكوبايه رز مغسول ابو عمو، او مش كوبايه رز يعني على قد ما يشيل الطاجن اللي معاه. اهو ابو عمو على حسب ما يشيل الطاجن بتاعك كميه. وهننزل عليه بشويه سمنه بلدي، وهنقلب الرز مع السمنه البلدي كويس يا ابو عمو. منور. النبي انت اللي منور الكاميرا. معانا حتتين لحمه كده اهو مسلوقين في المطيبات بتاعتهم بس مش من غير اي اضافات. هننزل عليهم وسط الرز كده اهو، واحلى طاجن رز معمر باللحمه هتاكلوه مني النهارده يا ابو عمو. أول مرة أنا أشوف رز معمر باللحمة. اديني وريتهولك يا محمد. رز معمر وباللحمة. ايوه. أمال. كده أبو عمو ننزل عليه باللبن. اللحمة مع لبن. ما تقلقش هتكون حاجه حلوه ان شاء الله. وتقلب. ما نقلبوه شيء. ده أنت مشكلة أصلا. قول ده انت هتودينا على المستشفى عدل. كده أبو عمو ننزل بالملح عليهم. لحد لما تظبط ملحهم يا ابو عمو براحتك، الملح ده حسب الرغبه، وتزودوا شويه لبن تاني يا ابو عمو. وكده يا ابو عمو يلا بينا على فرن الغلابه. وكده يا ابو عمو هنسمي بسم الله ندخل طاجن الفرن، هي سخنه مولعه عامه. بص يا ابو عمو، اول ما يوش يحمر ويشرب اللبن بتاعه ويقرب يستوي، هننزل على الوش بتاعه بشويه سمنه بلدي الثاني. يا بسم الله. كده هو نرجع الفرن تاني ياخد وش، بس هو يعتبر استوى، بس عاوزين ياخد وش ويشرب السمنه اللي احنا حطيناها. نغطي عليه ابو عمو ونسيب منه ما ياخذ وش ثاني. عمو الحاجه جهزت معنا، يعني حاجه الريحه الصلاة على النبي. ويا ابو عمو وعد الثاني حاجه فاخر من الاخر. ويا ابو عمو بعد ما طلع من الفرن حاجه بالصلاة على النبي زي ما انتم شايفين. وكده ابو عمو هنسمي بسم الله وندوق. ويا ابو عمو انا لازم اطلع واوريكم يعني حاجه. وهاي الرزايه مفلفله وحديها تمام. الحاجة وقعت. طلعنا شويه من الطاجن كده اهو. كده ابو عمو نسمي بسم الله وندوق. يا بسم الله. وبص يا ابو عمو باللحمه كده اهو. يا بسم الله. بصراحه طعمه جامد. دوق يا محمد. ايه رايك يا ابو اخوه؟ بصراحه الطاجن باللحمه طعمه جامد. لو عاوز تعمله عاد من غير لحمه نفس المكونات بس هتشيل اللحمه منه تمام. لو عاوز تجرب تعمل رز معمر انصحك تعتمد الطريقه دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو. صلى على النبي. سلام عليكم.